تكون فيفا احنا بنخاف من فيه. وبعدين هو انا هسدد الفلوس اللي على ممدوح عباس في اللعيبه الاجانب، ولا هسدد الفلوس اللي على ممدوح عباس في اللعيبه بتوع المحليين، ولا هسدد الفلوس اللي على ممدوح عباس في المبنى الاجتماعي، ولا هسدد الفلوس اللي على ممدوح عباس للاتحادات؟ وانا مش جاي اسدد مديونات ممدوح عباس بصراحه. ما كفايه انا شايل مديونيه قطوع 6 مليون. لا يا عبد الواحد مش هديك ولا مليون واشتكيني. اما الاخ احمد سمير ده ليه قضيه ثانيه دلوقتي بلجيكي. ده انا يا ابني اللي جايبك من المحله رحت جبتك. اول حاجه احنا محولينك للنيابه انت وزوجتك الفاضله السيده مي مصطفى اسماعيل، لان قضيتكم العامله مزوره. ما دام انت عايز حاجه جوزك يا ست مي انت حق النادي. ادي قضيتك المزوره، انت واخده قضيه عن والدك وكاتبه اقرار مزور واخد قضيه منك. مش فاهم انا. واحنا قلنا له اطبخ بالخير وانت عامله له بانيه عشان حاجه جوزي. انا ما اعرفش ايه الستات دي اللي جوزها بتعدى مع النادي ولا جوزك. وكل ما اتكلم يقول لك اصل انا بلجيكي. توصف اوباما نفسه مش بلجيكي، انا بالي مالي بلجيكي. وبعدين دي فلوس على ممدوح عباس، روح خدها منه. كل المبالغ دي يا جماعه انا بس شوف بقى اللعيبه اللي قلت اسمائهم التانيين. بادب واحترام، اتنازلوا عن فلوسهم كلها. من غير خديعه، احمد جعفر ما حدش خدعه. احمد جعفر اتنازل وعملنا له عقد 4 سنين. بس قدروا عقده القديم كان بحوالي 3 مليون و800، قلنا له يا احمد اقصى حاجه عندنا زي بقيه اللعيبه 1.5 مليون، قال انا موافق. وعمل عقد جديد. تاني يوم بعت رساله من تليفون على الموبايل بتاع المدير الاداري. قال له من فضلك استاذن المجلس انا هشوف مكان تاني وادوني الاستلمه. يبقى احنا خدعناه. كلموني قلت له فورا. البني ادم اللي يعمل كده يبقى الرد عليه انك تحترم قراره. هيتوقع احمد عيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك عقده كان كبير. فانا جبته احنا محتاجين. قلت له يا احمد موافق على تخفيض عقدك؟ قال لي فورا وعلى بياض. وخفض عقده 2 مليون، يعني نزل عقده 2 مليون. دول ولاد النادي يا عبد الواحد انت فرحان. بموت في النادي، حبيب النادي، وضيع بلنتات، واللي مش عارف يعمل ايه الخرم مش شغال، ومتحملين. لا انا مش متحمل، والاجل الشيخ اتحاد الكوره عندي. انا عايز لاعب مقاتل يروحوا يشوفوا تدريب الولاد اللي احنا جايبينهم من الجبال والولاد اللي موجودين. خلاص انا سقف التعاقد عندي بقى 1.5 مليون. لما يكون عندي 25 لاعب في 1.5 مليون ده حد الاقصى. انا عندي لعيبه ب1 مليون ولعيبه ب700 ولعيبه ب600. هقول 1.5 مليون يبقى 40 مليون مش 160 مليون. عندي 3 لعيبه كان ممدوح عباس عملوا تعاقد ب 43 مليون. سمعان ونور واحمد جعفر. 3. وبعدين يا ريت بقى كان يدفع. وده كنت اسال للاعب سؤال، تاخد 10 مليون وما تاخدش حاجه ينصب عليك، ولا تاخد مليون ونص برضه؟ اللعيبه المحترمه قالت كده. انما شويه كل ما افتح جورنال طب انا وقته وانت داخل على بطوله لناديك اللي بتبقى بقالي 16 سنه انك عملت حد بلجيكي. هتعمل لي ايه بلجيكا يعني؟ هتعورني بالازاز اللي فيها؟ مش فاهم. حاجه بجد شيء سيء، شيء مؤسف. وانا اللي جايبه، انا اللي جايب احمد سمير ده من المحل. انا رحت جبته. ما انا ما اعرفش، لكن شوف انا بقول لكم ده نموذج وده نموذج. عند احمد جعفر نموذج، اسلام عوض نموذج، نور السيد نموذج، شيء محترم. عارف السيد شيء محترم. الوقت شيء محترم، لكن عنده نموذج زي احمد سعيد طبعا. وعندي نموذج تاني اللي انا شايفه. ادوني فلوس يا جدع، انت خدت بطولات. انت مش مكسوف. انت 9 سنين مفيش حاجه خالص. يعني خليت الفرق بينك وبين النادي المنافس النادي الاهلي المحترم العريق 9 بطولات. سبقك بيهم. انت كنت سابق النادي الاهلي، انت كنت 5 بطولات افريقيا. سبقك. يا اخي كسف على دمك انت وهو. وبعدين انا هديك 6 مليون منين؟ وده 5 مليون منين؟ وده 4 مليون. انت فاكر اني لقيت بيبو كرول؟ وبالمناسبه مفيش بنك خدنا منه مليم. تاني مفيش بنك خدنا منه مليم.